شوف ابو سعود، سمش. الكل طبعا انا لاحظ الحين عيالي ودي احصنهم واقول لهم احفظوا الاذكار، وهذا افضل طريقه انك تعلم الاولاد الاذكار والتحصينات. يعني عوده وهو طالع من البيت يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. افضل طريقه انا مجربها انك تخليها جماعيه، يعني يلا نقول مع بعض اذا هم صغار اطفال عشان يرددون شوي يحفظون. شوي بالتشجيع. اليوم تخيل الولد الصغير ابو 4 سنين قال الاذكار، وقفت عند البقاله واعطيته حلاوه، خلاص صارت هي مشجعه بالنسبه له. اعطي شيء يحفز يعني. بالضبط. حلو. القصص اللي تصير شفت والله كيف يحفظنا من السقوط، من الاذى، اذا من الحوادث، اذا قلنا الاذكار هذا ينمو مع الوقت. لكن السؤال اليوم اذا عيالي بعيدين عني، صح، انا مسافر او مشغول او في الدوام، انا معزوم وعيالي في البيت ابغى احصنهم، يجوز التحصين عن بعد، فتستودعهم الله سبحانه وتعالى. تقول مثلا مثل ما قال النبي عليه الصلاه والسلام لي لما عوذ الحسن والحسين: اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. فيجوز ان يكون امامك، وهذا الصح طبعا، او كان عن يعني عن بعد. وقبل شوي قلنا انه الشيخ ابن عثيمين يرى انه لو انسان غلب على نفسه ولا انشغل ولا ما حافظ الاذكار كلها، يكفي انه يقول اللهم اني اسالك العافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي. والله يحفظ لنا ذرياتنا يا كريم.